اللعبة المفروض الساعة بالأربعة تبدي، بس الحكم جاي يختبر الأرضية لأن هطول أمطار كلش قوي وثلوج، وماخذ كابتن الفريق ميلان الياو وكابتن فريق هيلاس فيرونا فاراوني، وجاي يختبرون الأرضية، واحتمال اللعبة تتأجل يعني يجوز ساعة يجوز 10 دقائق، ما نعرف. هسه الحكم دخل جوا نشوفه راح يعلن ان اللعبة تبدي او لا. شباب تأجلت اللعبة 25 دقيقة، الأرضية كلش تعبانة، وهاي الأرضية كلش تخوف للاعبين لأن يعني تسوى إصابات والله اللي يستر. اليوم الكابتن وقميص جديد، ان شاء الله نعدي هاي الازمه ويكون ما نتعثر. خساره الديربي اخر خساره، تعادل نيوكاسل بدوري ابطال اوروبا، ان شاء الله نعدي هاي الفتره ترجع استمراريه الفوز. بيول اليوم غير التشكيله ولاعب ب3-4-3، يعني ما يجرب المباريات التدريبيه اللي بامريكا وبالصين، جرب بلعبات الدوري ولعبات دوري ابطال اوروبا. شايفيك مدربانه مريح هواي اللاعب اليوم. كالابريا ماكو، ثيو هرنانديز ماكو، لوفتس تشيك ماكو. عوفوا الكرات العاليه عوفوها، لعبوا بالقاع. العب بالقاع يا حبيبي، ما تعرف تلعب مسوي باص. يلا الياو روح يا وحش، يا وحش يا الياو، يا وحش يا الياو. واخيرا دخل ربك. اهم شيء الفينش، اهم شيء الفينش يا الياو، اهم شيء الفينش. مهاراتك خليهن على صفحه، خلص اللعبه وجيب اهداف، ومن تنتهي اللعبه سوي فيكات براحتك. يا سلام والله خطره حلوه سبورتيلو، والله فنان. خطة 4-3-3 استحواذية أكثر ما هي هجومية. أحس الفريق ضايع بهاي التشكيلة، بس الدفاع حاليا قوي. حلوة 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 حلوة. تنصاب يلا ترتاح تدري بيك. اليوم قم دخل ربك. والله العظيم الفريق كله عبارة عن حركات وكعب وفنيات، بس ماكو كله مو صحيح. كل الخصم انت ما تبع عن برشلونة شلون يلعبون، ريال مدريد، بايرن ميونخ، كله يضمنون نتيجة، يضمنون يعني فايز 4 يريد يقول بعد، تتقولون جول واحد تظل تفيكون. يلا اليوم روح. حلوة شرفك يا اخي، على القريب على جيرو العب. بوليزيتش ورا لعبة تورينو اختفى تماما لحد الان ماكو. دخلنا دقيقة 30 والنتيجة 1-0 واللعبة هادية كلش. من نزلت ردة الفعل لعبة ميلان والانتر 5-1 على التيك توك، ما شاء الله. هو المقطع انحضر لان بحقوق نشر، فالشركة حضرتها التيك توك، بس ما شاء الله التعليقات يعني هجوم كلش كبير على ميلان. انت شنو تشجع ميلان؟ ميلان مات من 2007، ميلان ضعيف، وينك واحد بالدنيا يشجع ميلان؟ حبيبي كل فريق يمر بأزمة، يمر بسلسلة خسائر. هسه يعني ما شاء الله، واغلب التعليقات تلقاهم كلهم لو برشلوني، لو من الدوري الانجليزي، ولو من اللي يشجع بايرن ميونخ او باريس. هذول يعني الجدد اللي يشجعون جدد، اللي شجعوا باريس على مود ميسي، بس اكثر شيء جمهور برشلونة. ما اعرف شنو الحقد اللي شايليه على ميلان، لا هم لا يمهم لا قرباهم، عكس جمهور ريال مدريد اللي دائما يعني تعليقاته تحفيزيه ويحترم نادي ميلان. فيا حبيبي ميلان عنده تاريخ، ميلان فريق كبير ترى، بس الفتره اللي بديت بها انت تشجع حديثا شفت ميلان تعبان، فلهذا تتصور انه ميلان مو بذاك المستوى وتعتبره من الفرق الصغار. لا حبيبي، ميلان اسم كبير ايطاليا وبأوروبا، وهو من بعد الريال مدريد أكثر حائز على بطولة دوري أبطال أوروبا. فدائما خلي انتقاد إيجابي، انتقد المباراة، الحدث اللي صار بالمباراة. الانتر خسر ميلان 5-1 وهاي فضيحة وما حد يتقبلها من الجماهير ميلان. من تنتقد انتقد بأسلوب وهي يليق بتشجيعك، وعادي كل الفرق تخسر بنتائج كبار. برشلونة 8-2، ريال مدريد 5-0، مانشستر يونايتد 7، أرسنال 7، يوفنتوس 5. فعادي، هاي ظروف طوبة. انت اليوم فريقك قوي، يجي فترة راح ينزل مستواه، وهي هاي الطوب. بس اقول لك شغلة، انه الفريق اللي عنده تاريخ يرجع وياخذ بطولات، ما ينخاف عليه. دخلنا الدقيقة 35 وميلان ورا الهدف، يعني اكثر شيء استحواذ لعب، ما عنده هجمات خطرة، واعتقد خوف من الارضية، يعني الارضية كلش تخوف، يعني تجنبا للاصابات. يلا نريد هدف ثاني، يلا 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 يلا. حلوة يلا، مش جيرو. جيرو لا 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 لا، والله اعطى فرصة ليوفيتش. جيرو شوط ثاني، اخر 20 دقيقة، اخر 25 دقيقة المفروض ينزل. حكم الطنذار ده عمل والدي اكثر. هاي ثاني حالة. اكثر لاعب حقير هو فيرونا، وهذا فراوني من تراوي خايس، ايش تترجى منه؟ انتهى الشوط الاول شباب، وان شاء الله الشوط الثاني نشوف فيه اهداف اكثر. بدا الشوط الثاني شباب. جيرو طالع من اللعبة، والله العظيم ما يسوي شيء، المفروض يطلع، بس ما اعرف بيولي ما اعرف شلون يفكر. نتيجة 1-0 تخوف، خلي الواحد بقلق، يعني على يا ساعة يجي هدف تعادل. الشوط الثاني شباب فيرونا طلع من مكانه، يعني قام يهجم، المفروض هسه ميلان يستغلها ويسجل الهدف الثاني حتى يقتل المباراة. ننتظر التبديلات من فيلسوف بيولي. بوليزيتش والله العظيم ضايع ابد، ولا كان نازل، فقط اول جولتين وطفى. المفروض ينزل شاكويزي. يلا روح. حلوة
القاع مبلله فالطوبه كلش سريعه تروح. حلوه فلورنزي، حلوه. لا ترجعون الجولتشي، مو مانيان هذا حتى يلعب برجله، ما يعرف يلعب برجله الرجال، لا ترجعوا له كل ساعه. يلا بيها ثاني والله. فيولي هاي الخطه سويتها بعد لا تسويها ابد، لا تعيدها مره ثانيه ابد لا تعيدها. شوف جيرو شلون واقف، بوليزج ضايع مركزه، جيرو ضايع ما جاي توصل لاي طوبه، انت ما اعرف شلون جاي تفكر. سوي تبديل، جيرو ما عنده اي تسديده على المباراه، راح ندخل دقيقه 60، انت جاي تشوف شيء احنا ما نشوفه. موسى ماخذ انذار راح ينطرد، جاي يلعب خشن، جاي تشوفه طالع اهمين. يلا فلورنزي روح مرتده، يلا لياو شرفك، يلا باع الاستهتار، باع الاستهتار. هو هذا لعب، هذا لعب هذا. والله اكبر جبان بيولي، والله بالقرانه قاعدهم كلهم ورا اللعبه واقول لهم شوفوا هاي لعبكم هذا، ودق عقوبات اسوي، اشتغلهم عقوبات. لو مو نجم اقعده زين حتى يلتزم، والله راح يكون طردك اكبر مكسب للنادي والله العظيم. انت مستواك فريق صاعد من الدرجه الثانيه للدرجه الاولى، تحافظ عليه بالبقاء بالدرجه الاولى، هذا مستواك. يلا بوليزيتش روح. بوليزيتش شبيك؟ والله ناس الطوبه بالقران ماكو يجي، يعني الطوبه تتعثر برجله. والله اللعبه تجلط، بعد 20 دقيقه شي يخلصها. يلا بوليزيتش يلا عوض، حرام والله. حلوه هذا بوليزيتش نعرفه. حلوه كافور، حلوه. حرام، ذاك واحده مشيه ما توصل. خلي لعبك بالقاع، ليش ترفع الطوبه؟ ما راح اتقبل والله العظيم. حلوه يلا روح موسى، حلوه جول. ايش دعوه هالقد يونس، طلع صاحبك. حرام والله كان كتلنا اللعبه. روح يلا بس ركز بيها يا اخي. جاي يسوون والله العظيم اهداف هاي، والله يتفننون بتضييع الفرص، والله يتفننون. الحمد لله خلصت اللعبة على خير شباب، حصلنا 3 نقاط، وبسبب الفيلسوف بيولي خلانا نعيش 90 دقيقة من المرض والقلق. الله يعيننا على اللعبات الجاية، والف مبروك الجمهور ميلان، مع السلامة.